بكم في فيديو جديد. اليوم جبنا فيديو ديال الشعر. كلنا عارفين هاد الوقت هذا من السنه بطبيعه الحال كيكون شويه قاسي على الشعر ديالنا، الشعر كيفقد داك الترطيب ديالو، كيولي يبان لك الضوء وما فيش الحياه ما فيش الحيويه. هاد الماسك هذا غيرجع لينا هادشي كامل وغادي يزيد شويه. ماسك اقل ما يمكن ليا نقول عليه هو انه معجزه، رائع، روعه. شعرك من وراه كيبقى زوين وسهل التسريح، ويعني الا درتي ليه الشعر كيولي ظريف، الشعر كيولي لطيف، كيولي جميل. وباش ناكد لكم هاد الهضره اللي كنقول لكم من وراء هاد الفيديو مباشره غادي ننزل لكم فيديو ديال التسريحه اولا كيفاش غادي نسرح شعري بدون حراره. ما غاديش يكون ليس، غادي يكون مموج، يعني غنوريكم كيفاش كنموج شعري من وراء هاد الماسك هذا بزيرو حراره، بدون حراره. وهذاك البوكل اولا هذاك الامواج اللي غادي تجي في الشعر غادي تكون حيويه، باونسي، كتحرك، ثقيله، فيها الحياه، يعني صحيه. لا بغيتو تشوفوا كيفاش غادي ندير هذا الماسك هذا خطوه بخطوه وعلى شعري وكيف الشعر غادي يتحول، كملوا معايا. لتحضير هذه الوصفه هذه غادي نحتاج علبه من 200 ملل ديال القشده الطريه، وغادي نحتاج معها الزبده النباتيه. بالنسبه للزبده النباتيه عندي هنايا في حراره المطبخ، خديت منها ملعقتين كبيرتين ودرتهم في طراب يا ام يدوي يا ام كهربائي على حسب انتي والمتوفر عندك. ديريها على سرعه متوسطه الى ان تصير الزبده لينه. من بعد ما الزبده ديالنا خفت ولا اللون ديالها مائل الى ابيض، غادي نضيف عليها هنايا العلبه اللي عندي ديال القشده الطريه، وكيف ما قلت فيها 200 ملل. نضيفها على الزبده مع مواصله التطريب. في الاول الخليط غادي يولي فلافي، غيولي فيه هواء بطبيعه الحال، غيولي كثيف. غادي نواصلوا التطريب الى حين يتفرق عندنا المواد القشديه او المواد الدهنيه وحدها والمواد السائله وحدها. في هذاك الوقت نتوقفوا عن التطراب. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا ديك المواد القشديه كتكون خفيفه بزاف، لايت يعني خفيفه. كيف ما كتشوفوا هنايا المواد السائله كتنفصل كليا عن المواد القشديه. لن نستعمل المواد السائله، غادي نحطوها على جنب وغادي نستخدموا المواد القشديه فقط. اوكي البنات، دابا غادي نبداو في التطبيق. اللي عندها شي سنسله تحيدها اللي عندها شي خريطه تحيدهم. غادي نمشطوا شعرنا يعني عادي بمشطه تكون بروسه ولا واخا الشعر باقي مليح ولكن غنديروا ليه ماسك ماشي مشكل. دابا اش غادي ندير؟ غادي نقسم شعري من النص وغنبدا من التحت. غنشد بحال هكا هاد الزغيبه هادي وهاد الحاجه اللي درنا هادي. اصلا راه كتدخل يعني الشعر محتاج، الشعر كيكون شاحف، كيكون ناشف الشعر، يعني فعلا كيشربها. وغنبقاو غادي مكملين حتى نكملو كلشي، غنكملو يعني خيطله بخيطله. هذه بحال تريشوفيوها شويه، بحال ملي كتبداو تخدموا فيها كتبداو تخدموا بها، بحال خاصها تسخن باش تدخل لكم في شعركم. اوكي خاصها تسخن. انا ما كنشوفش، غير كنتحسس ولا اتلمس، ها كنقيس. ما دايراش قبال حتى شي مرايه بوكو ما نبعدش بزاف على الكاميرا باش تبقاو تشوفوا. خليو هذا على جنب. دابا غندوزو للجهه الاخرى.
ما كتشوفوا يعني خاصها تغطي لينا الشعر كله بدون استثناء. من بعد ما ساليت يعني كملت تطبيق الماسك على شعري كامل كيف ما كتشوفوا هو كيفاش ولا. غادي ندير طاقية الحمام اولا يمكن لكم تستعملوا بلاستيك عادي اولا سلوفان اولا اي حاجه عندكم متوفره. غادي ديروها وغتخليوها ساعتين على الشعر هذا الماسك، ومن بعد يعني دابا ساليت صافي غادي نخليه انا ساعتين في شعري. من بعد غادي نغسلو، نستعمل شامبوانات اللي ما فيهمش السلفايت وما فيهمش البارابين، يعني طبيعيين قدر الممكن. غنغسل شعري ما غاديش نخليه حتى ينشف كامل. وتسناو الفيديو اللي غادي نديرو من ورا هذا مباشره كيف ما قلت لكم اللي غيكون تتم ليه باش غادي تشوفوني كيفاش درت حتى حصلت على بوكلاج شعري من بعد هذا الماسك هذا. كنتمنى يكون فاتكم الماسك وعجبكم. لا عجبكم ديروا لايك كبيره وما تنسوش سبسكرايب الا كنتو جداد في القناه. كنبغيكم بزاف بزاف. تقيه الاخفاء. اهلا بنات ومرحبا بكم. نشوفوا مع بعض النتيجه النهائيه فاينل ريزولت والفاينل ديستنيشن في هذه الرحله هذه نتاع الشعر.